كأس العالم، مبروك لمنتخب اسبانيا وهارد لك لكل المنتخبات الباقية. منتخب اسبانيا كان الأجدر بتحقيق هذه البطولة، ومنتخب الأرجنتين كان الأجدر بالوصول إلى النهائي، وفرنسا وإنجلترا مش فارقة كثير من يحقق المركز الثالث، ولكن من وصل إلى دور نصف النهائي هم الأربع المنتخبات الأفضل في هذه البطولة. هذه حقيقة. على قدر حزني إن راح نفتقد اليوم، يعني ما في مباريات لمباريات كأس العالم وانتهائها، ولكن حزني أكبر على إن ما راح نشوف كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في كأس العالم القادمة عام 2030، يعني 3 سنين تقريبا ما راح نشوفهم. واضح إن ما راح نشوفهم، واضح. والموضوع صعب، لو ندقق فيه صعب، مرة صعب. وهالثنائي كريستيانو رونالدو وميسي ثنائي مش طبيعي يا جماعة الخير. انت لما تقعد 20 سنة واكثر استدامة ارقام، اتكلم عن فرديا، استدامة ارقام، تسجيل اهداف، صناعات، بطولات مع الاندية، وكذلك بطولات مع المنتخبات في امريكا الجنوبية، في اوروبا، اللي هو موضوع صعب جدا في اوروبا، بطولة اوروبا. الموضوع مو سهل، والله الموضوع مو سهل، واللي يستسهله ما يفهم كرة قدم. في بعض اللاعبين على مستوى العالم وعلى مستوى التاريخ يستعرض ب8 سنين يقدمها، 8 سنين، يقول لك أنا 8 سنين قدمت أرقام وأرقام وأرقام. ما بالك عاد 20 سنة يا جماعة، عمر كثير، مرة كثير. فشكرا ليونيل ميسي وشكرا لكريستيانو رونالدو. أنا أتذكر لما رحل كريستيانو رونالدو من ريال مدريد، تصريح ليونيل ميسي قال بالنص: أنا أفتقد كريستيانو رونالدو، والدوري الاسباني افتقد الى كريستيانو رونالدو. ولما خرج ميسي، الشعب الاسباني كله يعترف انه افتقد الى ثنائية كريستيانو رونالدو وميسي، والمنافسة الكبيرة اللي كانت بينهم على البطولات وعلى تسجيل الاهداف والارقام وعلى تحقيق جائزة افضل لاعب في العالم. الثنائي قصة مختلفة عن كل اللاعبين على مدى التاريخ بالنسبة لي، بحكم استدامة السنوات، عددها مرة كثير يا جماعة، مرة كثير، ترى مرة كثير 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 كثير. لا تحاول تجيب لي لاعب قدم 20 سنة بهالمستوى اللي وصلوا له كريستيانو رونالدو وميسي. فشكرا لهم، هذا آخر مونديال لهم، على ما قدموه لنا من أرقام، من منافسة كبيرة طوال هذه السنوات، وعشنا معاهم ذكريات وذكريات. الاثنين عشنا معاهم ذكريات ما تنسى أبدا أبدا أبدا. كريستيانو رونالدو يقدر ميسي، وميسي يقدر كريستيانو رونالدو. أتذكر في تصريح شهير لميسي لما قالوا له: ليونيل، مين أفضل لاعب تشوفه في 20 سنة الأخيرة هذه؟ فذكر أسماء كثيرة، فقال: طيب رونالدو رقم 7 في ريال مدريد. وقال: لا رونالدو معايا في زاوية ثانية. وهو صادق، هو صادق، نعم، لأنه رونالدو وميسي يعني العالم كله يتكلم عنهم، كل العالم يتكلم عنهم. هذا دحين في أمريكا ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو في السعودية، ورغم ذلك أيضا كل الكلام عنهم. وين ما راحوا عملوا الحراك الجماهيري، التسويقي، الفني، الأرقام، الأهداف الخاصة فيهم هم اللي ما يحققها أي أحد. يمكن كريستيانو رونالدو قريب من هنا في الدوري السعودي، وشايفين احنا يعني على الأقل هذا الموسم اللي راح، على الأقل بعمر 41 سنة يحقق الدوري مع النصر ويلعب 30 مباراة، تخيلوا، ويساهم في 30 هدف، 28 تسجيل وهدفين صناعة. شتاء. وميسي كذلك ما قدم في كأس العالم شفناه. يعني ناس صراحة، يعني حتى دموعهم ترى هذه ما هي دموع انه ما
حققوا كأس العالم. لا لا، هذه دموع فراق. هذول الناس مليانة 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 إنجازات. الناس اللي تعشق كرة القدم، اللي حياتها كلها استمتاع كرة قدم، يعرفون أنا إيش قاعد أقول ترى، وهم اللي حيردون، حيقولوا لي والله يا عماد كلامك صحيح. سواء اللي يحب كريستيانو أو اللي يحب ميسي، واللي يكره كريستيانو أو اللي يكره ميسي، ترى كلهم حيتفقون معي. أتكلم عن عشاق كرة القدم اللي حياتهم كلها متابعة كرة القدم. ما أتكلم عن الناس الثانية، لا لا لا. الناس الثانية لا، حيجون يقولوا لا أصلا هذا اللاعب منتهي أو هذا اللاعب منتهي، حيقولون كذا. بس الناس اللي فاهمة كورة حتعقب على كلامي هذا وتقول والله أنك صادق. طيب القادم، هل هناك لاعبين قادرين على أن يقدموا نصف عدد السنوات اللي قدموها كريستيانو رونالدو وميسي في مرحلة المنافسة بينهم؟ نتكلم عن لاعب، أرقام، منافسة جماهيرية، تسويقية، إعلامية، بطولات، أرقام، تسجيل أهداف، صناعات. شوف، هم في 3 لاعبين أنا برأيي أعمارهم تسمح لهم أنهم يقدمون لنا يعني عدد سنوات كبيرة قادمة منافسة بينهم في الأندية وفي المنتخبات. إمبابي فرنسا، لامين يامال إسبانيا، بلينغهام إنجلترا. هالثلاثي ممكن نبتدي معاهم، خلاص نقول لكريستيانو رونالدو وميسي شكرا، فنبتدي مع ذي ونشوف إيش عندهم. السؤال، هل هم قادرين على أن يقدموا كل السنوات اللي قدموها كريستيانو رونالدو وميسي؟ الله أعلم. يقدرون يقدمون لك 20 سنة بالشكل اللي سووه كريستيانو رونالدو وميسي؟ الله أعلم. هذا يعتمد طبعا على عملهم هم، مش عمل أنديتهم، عملهم هم، رغبتهم هم، شغفهم هم. هل راح يستمرون بنفس الشغف اللي احنا قاعدين نشوفه عند ميسي وكريستيانو؟ الله العالم. ولكن هم الثلاثة ذيل أنا أشوفهم أعمارهم تسمح إحنا نشوف معاهم كورة ونبدأ نستمتع معاهم ومنافساتهم وأرقامهم وتصاريحهم. مهم جدا هذا الشيء، ترى مهم جدا. هذا يعطي نكهة لكرة القدم لما نتابع كرة قدم، نتابع أرقام، نتابع. طيب أنتم تتذكرون مع نهاية الموسم الماضي مع آخر حلقة قلت لكم إجازة سعيدة علينا وعليكم، اختفاء عن السوشيال ميديا إلى بداية كأس العالم. أخذت لي تقريبا 2 إلى 3 أسابيع ما لي أي علاقة أبدا في الحديث عن كرة القدم، أبغى أرتاح صراحة. ابتدى كأس العالم، أي شخص عاشق لكرة القدم يبغى يتكلم معاكم عن كأس العالم ويعطي رأيه ويسمع آراءكم. الآن انتهى كأس العالم، اسمحوا لي الآن فترة راحة، إجازة، غياب تام إلى أن يبتدئ دوري روشن السعودي للمحترفين. خلاص سامحونا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وكملوا إجازتكم، خلونا نكمل إجازتنا ونلتقيكم بإذن الله على خير. تحياتي لكم.